الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كيف ننظر إلى تصنيف الجزائر كثالث أكبر اقتصاد إفريقي؟ نثمن هذا التصنيف، نثمن هذا التقدم، وهذا إن دل على شيء يدل على أن هنالك نوايا صادقة، وهنالك عزم صادق، وهنالك عمل قام به رجال. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل خير للنهوض بهذا البلد المبارك. ننظر إلى هذا التصنيف من زاويتين أو ثلاث زوايا. التصنيف هذا من قبل الصندوق النقد الدولي. صنف الجزائر هذا التصنيف لأنه وصلت فيما يتعلق بإجمالي الناتج المحلي إلى 266 مليار دولار. 266 مليار دولار، هذا شيء جيد إذا نظرنا من هذه الزاوية، وكما قلنا شيء جيد فيما يتعلق بالتقدم إلى هذه الأرقام. ننظر من زاوية أخرى، 266 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي، كم هو حجم صادرات الجزائر خارج دائرة المحروقات؟ وهذا الذي يهمنا، خارج دائرة المحروقات. الجزائر وما أدراك ما الجزائر بسعتها، بتاريخها، بشساعتها، 60 سنة استقلال، أكثر من 60 سنة استقلال، 7 ملايير دولار خارج نطاق المحروقات، هذا تقريب لا يليق بالجزائر. من زاوية أخرى، نحن الجزائر ثالث أكبر اقتصاد إفريقي، بعد جنوب إفريقيا وبعد مصر. مصر ليست دولة متطورة، جنوب إفريقيا تسير في مضمار التطور. إذا أردنا أن نقارن أنفسنا بالدول التي هي شبيهة لنا. أرأيت أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. أنا أقارن نفسي بمصر أو جنوب إفريقيا، مقبول، ولكن إذا أردت أن أقيس نفسي مثلا بسنغافورة، بماليزيا، بتايلاندا، بتركيا. على سبيل المثال تركيا إجمالي الناتج المحلي 1.11 ألف، 1110 مليار دولار. ألف، مثل المملكة العربية السعودية. سنغافورة 70 كيلومتر مربع. الدولة، إذا سألتم عن المدينة التي هي دولة في مدينة واحدة، سنغافورة 70 كيلومتر مربع، إجمالي الناتج المحلي 500 مليار دولار. كذلك يقترب إلى هذا العدد تايلاندا، وأقل منه بقليل ماليزيا. ونحن هذا الإجمالي الناتج المحلي أكثر من 90% يعود إلى المحروقات، ليس إلى ما ينتجه العقل البشري أو الاقتصاد الصناعي. السؤال الثاني: ما هي الخطوات العملية التي يجب على الجزائر انتهاجها إذا أرادت رفع قيمة الدينار؟ طيب، رفع قيمة الدينار له مسلكين: إما قرار من البنك المركزي على أن تثبيت العملة بالدولار بقيمة معينة، وهذا قد يعكس أو لا يعكس القيمة الحقيقية للعملة الوطنية هذه. على سبيل المثال، البنك المركزي الجزائري يريد على أن يثبت عملة الدينار الجزائري، قال واحد مثلا دولار يساوي 10 دينار. ممكن تثبيت هذه العملة، ولكن هل حقيقة العملة هنا قيمتها من ناحية الإنتاج، ومن ناحية الخدمات، ومن ناحية الطلب على العملة، ومن ناحية القوة الاقتصادية، 1 دولار يساوي 10 دينار؟ إذا كانت الحقيقة فنعم، إذا لم تكن الحقيقة فالذي يدفع هذا الفارق فستدفعه الدولة، يدفعه البنك المركزي، وهذا في الحقيقة ليس باقتصاد راشد. ولكن السؤال الذي يطرح وعلينا أن نوضحه، وهذا مما يؤسف له، لا يتكلم عليه سواء من المسؤولين على مستوى عالي، كيف، هذا هو السؤال، كيف عبر بروسس وعبر إجراءات نستطيع أن نصل إلى رفع قيمة الدينار؟ هذا السؤال المهم. الدول التي تقدمت، ونعطي دول التي هي شبيهة كما قلنا لنا، كماليزيا، كسنغافورة، كتايلاندا، كتركيا مؤخرا،
قبلها كوريا الجنوبية، مصر، قلت مصر عفوا، الصين التي انطلقت، يعني انطلاقتها متأخرة، ماذا صنعت لكي وصلت إلى ما وصلت إليه؟ كل هذه الدول كيف أصبحت قيمة عملتها مرتفعة، وأصبحت عملة يعني متداولة، وعملة عالمية، يعني قابلة للصرف بطريقة حرة. مما يجب فعله لكي تتقوى العملة الوطنية التركيز على الاقتصاد الحر. مما يؤسف له، الجزائر ما زالت في الاقتصاد الموجه، وما زالت يعني نوعا ما في الاقتصاد المركزي. فيجب إنشاء منظومة قوانين ومنظومة تشريعات في تحرير الاقتصاد الوطني، وخاصة الاقتصاد الصناعي، خاصة الاقتصاد الصناعي. يعني إنشاء حزمة قوانين وتشريعات لكي نرسخ الاستقرار، وطيب الاستقرار قبل كل شيء، وبعدين دعوة كل من يريد أن يستثمر في الجزائر فمرحبا به. والمستثمرين الأجانب إذا وجدوا الاستقرار، ووجدوا منظومة قانونية مساعدة للاستثمار، ووجدوا تكلفة الإنتاج رخيصة عندك، فهذه المؤسسات فسوف تصب عليك صبا، سوف تتوجه إليك توجها يعني طوفانيا. على سبيل المثال، تركيا عندها الآن أكثر من 76 ألف شركة أجنبية. إذن لكي لا أعمق الأمر، في هنالك كما قلنا الانفتاح الاقتصادي، التوجه إلى الاقتصاد الصناعي، الترحيب وتشجيع المستثمرين الأجانب على أن يستثمروا في بلادنا، بعد تهيئة الاستقرار الأمني، وكذلك حزمة القوانين الضامنة للمستثمر. وإذا ما فعلنا ذلك ندخل في الخطوة الثانية وهي الأهم، علينا أن نشترط على المستثمرين. وهنا علينا أن نشترط على المستثمرين بما يعود على خدمة الاقتصاد الوطني. طيب، تريد أن تستثمر عندي مرحبا بك، ولكن 4 شروط. وهذه الشروط استقراء، يعني ليست، لا تجدها مكتوبة أو شيء من هذا القبيل، هذه استقراء لتجارب نهضت وتكلم بها كبار الناجحين في هذا المجال. إذن هنالك 4 شروط لكل من يريد أن يستثمر في بلدنا. أولا، جلب العملة. إذا أردت أن تستثمر عليك أن تجلب العملة، ما تترك العملة. إذا قيمة المشروع، إذا كان مثلا قيمة المشروع 1 مليار دولار، 5 مليار دولار، 20 مليار دولار إلى غير ذلك، يجب أن تجلب هذه قيمة المشروع وتدخلها إلى البنك المركزي الوطني، تدخلها إلى بنكنا، إلى البنك الجزائري. الشرط الثاني، نشترط على هذه المؤسسات الأجنبية بجلب الخبرة والتوظيف، جلب الخبرة، يعني نستفيد من الخبرة. ثالثا، الشرط الثالث التوظيف، من العامل البسيط إلى المهندس. والشرط الرابع وهو المهم جدا، ما ينتج محليا يجب أن يباع دوليا. أنت يعني الدول، يعني لا تلزمني الشركات الأجنبية على أنه ما ينتج لا يباع إلا محليا، فهكذا أنا لا أخدم إلا اقتصادهم. أنا أنتج سيارات هنا مثلا، تقول لي لا تبيع هذه السيارات إلا في الجزائر أو في تونس، أنا لا أقبل بهذه الشروط. أتوجه إلى الدول التي تكون معها شروط مفتوحة، يعني ما يباع في الجزائر يباع خارج الجزائر بالمقاييس الدولية. وحينئذ الإنتاج هذا سيباع عبر العملة الوطنية. وإذا كان الطلب على الإنتاج سيكون الطلب على العملة، وإذا كان الطلب على العملة حينئذ سترتفع قيمتها وتصبح قابلة كذلك للتداول عالميا. طيب، متى يمكن للدولة أن تلجأ إلى تغيير العملة أو حذف الأصفار والدلالات الاقتصادية لمثل هذه القرارات؟ هي عملية إنقاذ. في الغالب تغيير العملة أو حذف الأصفار هي عملية إنقاذ وإعادة تقييم للعملة.
وقد تلجأ الدولة لمثل هذه التصرفات للقضاء مثلا على السوق الموازية، الاقتصاد الموازي، وإدخال الأموال ضمن القنوات الرسمية. معلوم على أن هنالك في بعض الدول عندهم دولة في دولة من الناحية الاقتصادية. حتى الجزائر تعاني من مثل هذا. الجزائر الكتلة النقدية الممولة للاقتصاد الموازي يعني مقدرة بحوالي 90 مليار دولار، وهذه كتلة في الحقيقة نقدية معتبرة. نعم. قد تخضع كذلك الدولة لمثل هذا لتغيير العملة لكي تقضي على الفاسدين الماليين إذا كثروا وانتشروا وأصبح الأصل في الاقتصاد هو الفساد، لأن هؤلاء سيضطرون لإدخال كتلتهم النقدية، وحينئذ يخضعون للمساءلة ضمن السؤال المشهور: من أين لك هذا؟ كذلك إذا أرادت الدولة على أن تدخل الضرائب بأثر رجعي، إذا غرقت كذلك في التضخم غير قابل للعلاج، يعني عدة أسباب. وفي كل الأحوال فهي عملية إنقاذ وإعادة تقييم. فيما يتعلق السؤال الرابع: النموذج الماليزي والنموذج البرازيلي والخطوات التي اتخذتها هذه الدول وغيرهما لكي ممكن نستفيد منها. طيب هذين الدولتين وهذان الدولتان وغيرهما من الدول في الحقيقة وصلوا إلى ما وصلوا إليه عبر حزمة إجراءات، وكانت تسبقها الإرادة السياسية الصادقة والقوية. ثم هذه الإجراءات التي اتخذوها باختصار: أولا صناعة الاستقرار، لأن لا استثمار إذا لم يكن هنالك استقرار سياسي. صناعة الاستقرار. ثانيا توفير بيئة سليمة للاستثمار، توفير بيئة سليمة للاستثمار من القوانين، تشريعات، بنى تحتية وغير ذلك. ثالثا تفعيل الحوكمة. رابعا الاستفادة من تجارب الآخرين، ومن هنا نذكر ما ذكره رئيس الوزراء السابق محمد مهاتير. معلوم على أن محمد مهاتير تولى الحكم سنة 1981 واستقال في 2003. يقول محمد مهاتير: في سنة 1983، يعني سنتين بعد توليه الحكم، بدأوا فيما يسمى بالاقتصاد الصناعي، وخططت الدولة على أن تنتقل من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي، وبدأوا يعني شيئا فشيئا يسألون عن الخبرة، ما كان يستحون. يعني ما كان محمد مهاتير وما أدراك ما كان يستحي، كان يذهب إلى كوريا الجنوبية، ذهب إلى اليابان، وكان يسأل. حتى ذكر بأن الرئيس الصيني دينغ شياوبينغ لما زار ماليزيا في سنة 1983، معلوم أن دينغ شياوبينغ تولى الحكم في نفس الفترة التي تولى فيها تقريبا الرئيس الراحل شلبي بن رحمه الله، أو حسني مبارك في مصر يعني. ولكن دينغ فصل الاقتصاد عن الإيديولوجيا السياسية، فصلها تماما. أصبحت الإيديولوجيا السياسية مصدر قيم للحزب الحاكم، ولكن الاقتصاد فصله عن الإيديولوجيا وحرره تماما. لذلك دينغ شياوبينغ لما زار ماليزيا 1983 يقول محمد مهاتير: كان يسألني عن تفاصيل، يعني كيف وصلتم، من أين بدأتم، كم تنتجون، كذا وكذا. وهذا ما ذكره محمد مهاتير يعني باللفظ كما أذكر. إذن علينا أن نفعل هذه النقاط التي ذكرتها من صناعة الاستقرار وتوفير البيئة السليمة للاستقرار، من قوانين، تشريعات، بنى تحتية، تفعيل الحوكمة، والاستفادة من تجارب الآخرين. وفي شيء لابد أن نتكلم عليه. طيب طرحته أو يدندنون عليه من يتكلمون في الاقتصاد الوطني هنا في الجزائر، يتكلمون عن الصناعة الوطنية وإلى غير ذلك وحماية الصناعة الوطنية. هذا في الحقيقة علينا أن نعلم كل ما ينتج في الجزائر فقد صنع في الجزائر، حتى بالشركات الأجنبية. هذا ما يسمى إجمالي الناتج المحلي. طيب أنت إذا كانت لديك مؤسسات أجنبية تعمل في الجزائر
أليس هذه المؤسسات تزود الجزائريين بالخبرة؟ وأليس هذه المؤسسات تنتج في أرض الجزائر؟ فهي يعني بالتعريف العالمي فهي كل ما ينتج هنا في الجزائر فهو صنع في الجزائر. ثم جاءت الخبرة محليا أتينا بها من الخارج، فهذا الذي سنستفيد به. ثم بعد ذلك علينا بالتوازي، ليس بعد ذلك بالتوازي، علينا أن نخطط ونطلق العنان للجامعات لكي تكوينها يكون موازي لما هو يجري في الميدان من الناحية الاقتصادية ومن ناحية الاقتصاد الصناعي والإنتاج وغير ذلك. إذا الجامعة حينئذ كذلك ندعمها لكي تخوض فيما يتعلق بالبحث العلمي وإلى غير ذلك، ولكن على ما هو موجود من صناعة حقيقية، ويكون هنالك تمازج بين النظري والتطبيقي. فيما يتعلق بالسؤال الخامس، الخطوات التي اتخذتها الجزائر في فتح رأس المال البنوك العمومية. طيب، فتح رأس المال البنوك العمومية في الجزائر مما لا شك فيه يساهم في تعزيز القطاع المصرفي وجعله أكثر كفاءة ومرونة في تأدية مهامه الاقتصادية وفي مواجهة كذلك التحديات. نعلم بأن الاقتصاد هو عصب الدولة والمال هو عصب الاقتصاد. طيب، من بين الفوائد باختصار فيما يتعلق بفتح رأس المال، منها تعزيز الحوكمة وتحسين فعالية الكفاءة والإدارة البنكية، وهذا يؤدي إلى جذب التمويل واستثمارات جديدة. كذلك فتح رأس مال البنوك العمومية يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد المحلي والتوظيف بإيجاد فرص عمل وزيادة الإنتاجية والدخل القومي، وذلك بتعزيز رأس المال، لأن فتح رأس المال هذا يؤدي إلى تعزيز وتكثير رأس المال من خلال الاستثمارات الجديدة. يساعد البنوك كذلك في توفير المزيد من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة. كذلك من بين الفوائد تحسين الخدمات، مما يؤدي إلى المنافسة، والمنافسة هذه تدفع البنوك إلى تحسين خدماتها ومنتجاتها. كذلك من بين فوائد زيادة الشفافية، الإفصاح، المساءلة، مما يعزز الثقة لدى المستثمر. وكذلك لها دور في تنشيط البورصة، وأسأل الله عز وجل على أن يفك أسر البورصة هنا في الجزائر، فإن البورصة أسيرة، وذلك إذا كانت البورصة في الحقيقة تؤدي يعني كانت نشيطة، فهذا مما يعزز نشاطها برفع مساهمتها في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد. كذلك من بين الفوائد تنويع الملكية، وذلك بتقليل الاعتماد على الحكومة مما يعزز الاستقرار المالي للبنك. كذلك جذب التكنولوجيا والفينتاك وغير ذلك. هذا مختصر لفوائد فتح رأس مال البنوك العمومية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، السؤال السادس: التقلبات العالمية الكبيرة في سوق العملات، وماذا على الجزائر فعله لحماية الدينار؟ على الجزائر، طيب، كل دولة لكي تحمي عملتها عبر الإنتاج وعبر الاقتصاد الصناعي، الإنتاج. وكلما يكون هذا الإنتاج، سواء الإنتاج في السلع والخدمات، يكون مطلوب، يكون الطلب على العملة، وكلما كان الطلب على العملة إلا والعملة هذه يعني تستقر وتتقوى. إذن قضية الإنتاج، الجزائر لابد أن تدخل في مرحلة الإنتاج وتحت خانة الاقتصاد الصناعي، ولكي تفعل هذا كما قلنا عليه أن تفتح الاقتصاد وتخرج من الاقتصاد هذا الموجه إلى الاقتصاد الحر. إذن هذه الخطوة الأولى. ولكن السؤال الذي يطرح: هل يكفي على أن تحمي عملتك بالإنتاج فقط؟ لا يكفي. لماذا؟ سنعطي مثالا.
وهذا المثال هي في الحقيقة من أحسن الأمثلة حتى في التعليم الأكاديمي. تركيا الآن هي دولة اقتصادية جيدة، بل تسعى الدولة التركية لكي تكون ضمن أقوى 10 اقتصادات في العالم. تسعى، معدل نموها جيد، إجمالي الدخل القومي يفوت 1.11 ألف دولار أمريكي، يعني أكثر من 1100 دولار أمريكي إجمالي الناتج المحلي. إجمالي الناتج الفردي كذلك حوالي 5000 دولار، يعني أمور جيدة بالنسبة إليها. ولكن عندها مشكلة في العملة. إذا اقتصادها جيد وعندها مشكل في العملة. طيب قد يظهر أنها هنالك شيء من التناقض، وليس في شيء من التناقض. ال 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 ما يجري في العملة التركية، في الليرة التركية، يعني شيء عجيب. إنها تتدحرج في قيمتها شيئا فشيئا، والتضخم يزيد شيئا فشيئا. وللأسف يعني سابقا عالج البنك المركزي التركي مشكلة التضخم برفع قيمة الفائدة إلى نسب قياسية إلى أكثر من 50%، حتى يعني شجع الاقتصاديين على أن يخرجوا أموالهم من دائرة الإنتاج إلى 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 أن يضعوا أموالهم ودائع في البنوك لكي يستفيدوا من الفوائد هذه الضخمة. أردنا أن نقول تركيا عندها مشكل مالي، وليس عندها مشكل اقتصادي. طيب ما السبب؟ السبب طيب بكل اختصار، ونحن بين قوسين قدمنا مشروع اقتراحات للرئيس للرئاسة، نرى فيها الحلول التي ممكن تتخذها الدولة التركية لكي تخرج من الأزمة المالية. وسنذكر يعني هذه الأمور باختصار. طيب أسباب تدني العملة لكي نستفيد كذلك تستفيد الجزائر من هذا. أسباب تدني العملة هي كانت عقوبة أمريكية، أولا بامتياز عقوبة أمريكية، بما أن تركيا خرجت من الجناح الاقتصادي الأمريكي بعد 2006 و2007، وأرادت أمريكا على أن تكون تركيا الدينامو الاقتصادي في المنطقة كدول الخليج كذلك في منطقتهم. تركيا أرادت أن تستفرد، تركيا أرادت أن تصنع. إذا بين الأسباب هي عقوبة أمريكية. ثانيا تركيا أرادت أن تصنع قطبا سياسيا اقتصاديا في المنطقة على شاكلة أزيان والاتحاد الأوروبي، ولكن إمكانيتها محدودة. يعني لم تصل تركيا الآن إلى القوة بمكان على أن تصنع قطب سياسي واقتصادي يكون يعني مستقلا على الكتل الاقتصادية العالمية الموجودة كالاتحاد الأوروبي وأزيان والصين وغير ذلك. نعم. إذا أردنا أن نحافظ على العملة هما لك شيئين: الإنتاج، والإنتاج في السلع والخدمات بحيث يكون دائما الطلب على ما تنتج عبر عملتك. وثانيا على أن تحمي عملتك عبر إحدى الكتل الاقتصادية العالمية. هذا يجب، كما فعلت دول الخليج في عملتها مع الولايات المتحدة الأمريكية باتفاق على أن أمريكا تحمي عملة هذه الدول لأنها تحمي مصالحها. ورضيت دول الخليج مثلا على أن تحمي عملتها تحت انضواء الكتلة الاقتصادية الأمريكية. وكدول آسيان مع بعضهم البعض، وكما فعلت ماليزيا الآن تحافظ على قيمة عملتها بانضوائها تحت الكتلة الاقتصادية الصينية. هي رضيت على أن الصين تحمي مصالحها. وكذلك تركيا كان عليها من بين الأمور التي طرحنا، التي يعني وجهنا حلول واقتراحات للرئاسة التركية على أن يجب عليهم أن ينضووا تحت الكتلة الاقتصادية، تحت إحدى الكتل الاقتصادية العالمية. ورشحنا لهم الصين لأنهم عندهم تقريب تحديات مشتركة. إذا على الجزائر لكي تحافظ على قيمة عملتها، طيب بعد إيجادها وتثبيتها وتعزيزها، الاستمرار في الإنتاج. ولكي يكون الإنتاج لابد من تحرير الاقتصاد والخروج من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر. وثانيا حماية عملتها عبر 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 انضوائها تحت إحدى الكتل الاقتصادية العالمية، سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية، سواء مع الاتحاد الأوروبي، سواء مع آسيان، مع دول آسيان. طيب دول آسيان هذا شيء آخر، أو سواء مع الصين. يعني عنده هذه
ثلاث كتل الاقتصادية الكبيرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، فيما يتعلق بالسؤال السابع، خطورة المستوى الذي بلغه الدين العام الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية، ويعني وتداعياته على الاقتصاد العالمي إذا كان هنالك انفجار للأوضاع. معلوم بأن الدين الداخلي الأمريكي، أمريكا هي أكبر دولة مدينة في العالم، أكبر دولة لها ديون، ولكن ديون داخلية. هي الولايات المتحدة الأمريكية لها ديون لأكثر من 3000 مليار دولار، يعني أكثر من 3 تريليون دولار. ولكن هل هذا يشكل تهديدا الآن خطيرا للولايات المتحدة؟ أتكلم الآن، لا يشكل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة الأمريكية، حتى وإذا كانت هذه الديون الداخلية نضع لها الصفر الزائد، نقول بأن 30 تريليون دولار. حتى وإذا كان 30 تريليون دولار، هذا لا يصنع تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن بعد صدمة نيكسون أو نيكسون شوك في 1971، أين ألغى اتفاقية بريتون وودز. معلوم على أن في سنة 1944 كانت هنالك اتفاقية في جبل واشنطن ببريتون وودز على أن يكون الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمي، ولكن ضمن نظام غطاء الذهب Gold Standard System GSS. 1971 نيكسون شوك، الرئيس نيكسون يعني ألغى هذه الاتفاقية. معلوم على أن الدولار الأمريكي يستحوذ على أكثر من 60% من التسويات المالية والتجارة على مستوى العالم. يعني مصالحه في الحقيقة تستطيع أن تقول في أنها مضمونة. كثير من اقتصاديات العالم مندرج باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على أن يحموا مصالح بعضهم بعضا. يعني على سبيل المثال الآن دول الخليج هنالك اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية على أنها تحمي مصالح هذه الاقتصادات، وأن العملة الريال سواء السعودي القطري الإماراتي ما هو إلا وجه ثاني للدولار الأمريكي. يعني وقس على ذلك. إذا الآن ارتفاع الدين الداخلي لا يشكل الآن تهديد مباشر للاقتصاد الأمريكي، ولكن فهو من إحدى المهددات للاقتصاد العالمي، لأن نسبة السيولة مقارنة بنسبة التعاملات العامة لا تتجاوز 3%. نسبة الكتلة النقدية الحقيقية مقارنة بنسبة والتعامل بالمشتقات وبالربويات وغير ذلك، نسبة الكتلة النقدية لا تتجاوز 3% من نسبة التعاملات الدولية. وهذا يصنع حقيقة فقاعات يعني مركبة، وإنها يعني تتكاثر بطريقة سريعة. وهذا يشكل في المستقبل تهديدا للاقتصاد العالمي، خاصة إذا ما تعثرت الولايات المتحدة الأمريكية بسبب من الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال الثامن: هل الصيرفة الإسلامية هي الملاذ الآمن من انفجار فقاعة الديون؟ معلوم على أن المالية الإسلامية هي ليست سياسة ترقيعية لما هو موجود، ليس سياسة ترقيعية. ما جاء لكي يرقع النظام الكلاسيكي الاشتراكي أو النظام الكلاسيكي الرأسمالي. النظام الاقتصادي الإسلامي فهو نظام مستقل تماما. الاقتصاد الإسلامي اقتصاد تكافلي اجتماعي، مبني على تنمية الثورة، على توزيعها بالعدل لا بالمساواة كالاشتراكية التي أنتجت الفقر، ولا بالاستئثار بها كالرأسمالية كذلك التي أنتجت الفقر. معلوم على أن الاقتصاد التقليدي الاشتراكي مثلا ساوى بين الناس بغير عدل في الثروة والكسب، فأنشأ الحاجة والفقر. كذلك الاقتصاد التقليدي الرأسمالي جعل فئة قليلة تحتكر الثروة وصنع الفقر. أما الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد تكافلي واجتماعي.
طيب الاقتصاد الكلاسيكي هذا التقليدي، المال عندهم غاية. في الاقتصاد الإسلامي المال عندهم وسيلة. منتجات الاقتصاد الإسلامي المتمركزة أساسا، متمحورة أساسا في البيع والإيجار والمشاركة. لما نقول المشاركة تدخل فيها المنتجات، المضاربة والمشاركة والمرابحة وغير ذلك. فهذا يجعل المال في دائرة تخدم المجتمع وتصنع رفاهيته. هنالك كتاب يعني ينصح بقراءته اسمه فخ العولمة. هذا يعني لما طبع هذا الكتاب يعني كانت مبيعاته بأعداد قياسية. هذا كتبه عالمين ألمانيين، هانس بيتر مارتين وهارالد شومان. العنوان فخ العولمة والاعتداء على الديمقراطية والرفاهية. يقولان يقول المؤلفان: الدين الحل الوحيد، الأمل الوحيد في وجه العولمة والنظام الاقتصادي المتوحش هو الإسلام. هم يقولون وليسوا بمسلمين، قالوا إن الأمل الوحيد في وجه العولمة والتوحش هذا هو الإسلام. قالوا لأنه الدين الوحيد الذي يحارب التوحش الربوي الذي يقوم عليه نظام العولمة. إذن الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد فعال يدعم ويوسع الطبقة الوسطى. وهذا ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لما ننظر هذا المنظور، لما ننظر بالمنظور الاقتصادي ودور أبي بكر رضي الله عنه في التنمية والتوازن الاجتماعي، لما أشهر سيفه في القضاء على مانع الزكاة الذي أرادوا أن يحتكروا المال ويجعلونه لطبقة دون بقية المجتمع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما هي أهم التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية في السوق المالي العالمي؟ البنوك الإسلامية في الحقيقة خاضعة لتحديات، وأتكلم على التحديات هنا الخارجية والداخلية. من أهم التحديات هي الأسواق المالية الإسلامية. لا تحتاج الدول الإسلامية لإنشاء أسواق مالية إسلامية يتعامل معها المسلم وغير المسلم. العمل كذلك على رفع كل المعوقات الأسواق المالية الإسلامية كبناء الثقة، عدم التركيز على منتج واحد مثلا كالمرابحة، بل توسيعه إلى منتجات أخرى لصناعة تنمية حقيقية في المجتمع. اختلاف التشريعي أو الشرعي حتى في المنتج ما بين المبيح والمانع، يعني السعي لإيجاد دليل قانوني موحد. معلوم على أن وصلت الآن المالية الإسلامية بعدما كانت كفكرة وكدروس ومواعظ، ثم بعد ذلك تأسيس مؤسسات فردية، ثم بعد ذلك إنشاء هيئات عالمية. حان الوقت الآن أن ينتقل إلى مستوى الأعلى على مستوى الدول لإنشاء هيئة عالمية رسمية تضم كبرى الاقتصاديات الإسلامية كماليزيا، أندونيسيا، المملكة العربية السعودية، تركيا. يعني هذه الدول القوية، باكستان، هذه الدول القوية في هذا المجال. حان الوقت لصناعة هيئة عالمية تجمع هذه المصالح، وإنشاء بنك مركزي عالمي، وإنشاء كذلك ورقة مالية تتداول بها مصالح هذه الدول. وهذه الورقة المالية تكون حتى يعني قابلة للاستعمال إلى أن تتحول إلى ورقة مالية، يعني إلى بنك نوت، إلى عملة يتداول بها بين هذه الدول كما فعلت الاتحاد الأوروبي. لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيما يتعلق بالسؤال الأخير، تعامل البنوك الإسلامية مع العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية الحديثة. فيما يتعلق مثلا محليا بالجزائر فالأمور لا تزال في بدايتها. أما دوليا فهذا السوق يعني تحرك
تحرك سوق التكنولوجيا المالية فإنه متحرك وفي تطور. الآن حجم المعاملات مثلا في سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية يعني وصل إلى 79 مليار دولار حسب التقارير 2021. إذا نظرنا إلى تقرير جيفت، هذا جيفت هو جلوبال إسلاميك فينتك، هو مؤشر أندكس. إذا نظرنا إلى هذا المؤشر، مؤشر جيفت، يعطينا هذه المعلومات. ومن المتوقع على أنه ينمو ويصل إلى 18% بالنمو، وليصل كذلك إلى 179 مليار دولار بحلول 2026 إن شاء الله. يعني هذه تقديرات هذا المؤشر، مؤشر جيفت. طيب هنالك أكبر 6 أسواق للتكنولوجيا المالية، أكبر 6 أسواق على رأسهم عندك ماليزيا، المملكة العربية السعودية، إيران، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، وأندونيسيا. وهؤلاء يعني تقريبا بشكل جماعي يمثلون حوالي 81% من حجم السوق التكنولوجيا المالية الإسلامية. نعم، يعني في تحرك في هذا المجال. على سبيل المثال تركيا استفادت من التكنولوجيا المالية بإنشائها في سنة 2021 520 شركة ناشئة ستارت اب. نعم، أبرز المجالات عندك الديجيتال فاينانس ابليكيشنز، يعني تطبيق التمويل الرقمي، الممارسة التأمين، تطبيقات المالية الاجتماعية، تطبيقات التمويل الجماهيري الكراوفاندينج، عندك تكنولوجيا الكتل السلاسل البلوك تشين مع الطوكنة التوكنيزيشن اكسترا، يعني إلى آخره. طيب هذا السوق في الحقيقة يعني في تطور. وكما ذكرنا مثلا المؤشر العالمي هذا جيفت، الجلوبال إسلاميك الفينتك، هذا صنف 64 دولة، 64 دولة عبر مؤشرات معينة. هذه المؤشرات تدخل في الموهبة، تدخل في الأنظمة، تدخل في البنية، تدخل فيها البنية التحتية، تدخل فيها السوق التكنولوجية المالية الإسلامية والنظام البيئي إلى غير ذلك. طيب وبكل أسف، طيب الجزائر ليست مدرجة في هذه الدول 64، وإن شاء الله يعني على خطى هؤلاء. الأجدر الآن بالجزائر على أنها تستفيد من الخبرات العالمية وتستفيد كذلك من خبرائها. الجزائر لديها خبراء عالميين ومستعدون على إن شاء الله نضفي ما يمكن من مساعدة لبلدنا الحبيب، والحمد لله.